نفس عميق بقى عشان نبتدي نحاول نفهم مع بعض احتياجات كل واحد فينا. زمان لما ربنا خلقنا كنا عايشين في العصر الحجري، كان الراجل بيطلع مغوار عضلات رايح يجيب الصيد من الغابة ولا الصحراء ويصطاد الفريسة ويرجع بيها يعني فرحان كده وزهو بنفسه وعنده فخر، والست قاعدة في البيت مستنياه يجي وهي قاعدة بتربي العيال وتجيب في عيال وفرحانة بالإنجاز اللي هو بيعمله. كان الهدف الأساسي من العلاقة هي إن هو يوفر لها الأكل والشرب والأمان، وهو كان اللي بياخده من العلاقة دي هو إحساسه بالزهو والفخر والدعم النفسي إن هو أنجز حاجة. طب فات 4-5-10,000 سنة وإحنا دلوقتي في العصر الحديث، ما بقتش احتياجات الست هي الأمان ولا الأكل والشرب زي الأول، لأن هي ببساطة بقت تشتغل، تقدر تنزل من السوبر ماركت تجيب أكلها، معاها الإلكتريك شوت تقدر تحامي على نفسها وتقعد في بيتها وتقفل على نفسها. ما بقاش الإحساس والاحتياج هو اللي موجود من قبل كده، لكن لسه عند الراجل الإحساس والاحتياج اللي موجود عنده بالفخر والزهو وإنه حقق حاجة موجود. وهي على فكرة لسه احتياج الأمان عندها موجود، بس اتغير معناه شوية، اتجهنا للأمان العاطفي. بقى الاحتياج عندها أكتر إنها تحس إنها تقدر تعبر عن مشاعرها، تقدر تتكلم وتواجه من غير ما يبقى فيه نقد ليها ولا يبقى فيه لوم عليها على أي حاجة. طيب اللي بيحصل دلوقتي واللي بيسبب الطلاق إن ولا الست لاقية الأمان العاطفي ولا الراجل لاقي الدعم النفسي والإحساس بالفخر. هو بيرجع البيت بدل ما كانت زي أجدادنا زمان هي بتستقبله بالفرحة إن هو جاب الصيد، بتستقبله إن أنت اتأخرت ليه، ما اتكلمتش طول النهار ليه، اليوم عدى من غير ما نشوفك، هو أنت هتفضل في شغلك. فيبتدي لهجة الحوار نفسها تعمل له إحباط بدل ما تعمل له دعم، وهي شايفة إن هي مش محتاجاه في حاجة، هي ما بيقدم لهاش الدعم العاطفي، يبقى العلاقة دي ملهاش لازمة. احنا محتاجين هنا نقف ونبقى عارفين ان احنا عشان نكمل في العلاقة الزوجية الصحيحة لازم نكتسب مهارات تانية. الراجل يكتسب مهارات هي عنده اصلا هنطورها، والست برضه هتكتسب مهارات تانية. هتكلم النهاردة على المهارات اللي الراجل المفروض يكتسبها. انت كصياد قديم كنت عشان تصطاد بتستنى ترقب، يبقى عندك تريث كده انك انت امتى الوقت المناسب انك تنقض على الفريسة. انت محتاج تنمي المهارة دي دلوقتي، بس محتاج تنميها في ايه؟ بدل ما تنقض على الفريسة انت محتاج تتريث وتترقب ان هي تخلص شحنة الكلام بتاعتها. الست محتاجة تتسمع. ليه؟ اقول لكم انا بقى ليه. لان الست لما خرجت لمجال العمل هي خرجت بالجانب الذكوري بتاعها، بقت خارجة تشتغل وهي عندها جواها المسؤوليات، الديو ديتس، الوقت اللي لازم تسلم فيه الحاجة، الأوامر، الحاجات المجردة، ده جانب ذكوري. علشان ترجع البيت وتدي للراجل الدعم النفسي اللي هو محتاجه لازم تشفت على الجانب الأنثوي. طيب هي مش بتعرف تعمل الحركة دي إلا لما تلاقي من الراجل الدعم النفسي اللي هو إيه؟ اللي هو يسمعها، ياخد 20-30 دقيقة من وقته فيهم تركيز وصبر ويسمعها لحد ما تخلص كل الشحنة اللي عندها. لو انت اديت لها الوقت بتاعها ده هتلاقيها رجعت تكمل حياتها تاني وتكمل الأعمال اللي مطلوبة منها تاني من غير ما يبقى فيه أي مشكلة. طيب الراجل عنده احتياجات؟ طبعا الراجل عنده احتياجات. خليني النهاردة مش هتكلم عن احتياجات الراجل إلا لما تعملي لجوزك اد وتعمل لمراتك اد، علشان خاطر المرة الجاية نكمل مع بعض السلسلة اللي بدأناها. تنسوش اللايك والشير، واشوفكم المرة الجاية فيتامينات نفسية.